اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا أحلى اخوات في الكون؟ أخباركم ايه؟ بتمنى يا رب ان انتوا تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال وراحة بال. اللهم آمين. قولوا آمين يا حبايبي كده. وتعالوا بقى نشوف الفيديو النهاردة. الفيديو النهاردة بيتكلم عن ايه؟ زي ما انتم ما شايفين كده، احنا عندنا ممبار ضاني. طبعا في ناس كتير قوي ما بتحبوش، وفي ناس كتير بتحبه بس ما بتحبش تعمله. ليه بقى؟ هو سهل في اكله كده على طول، بس متعب في عمايله. انا معاكي في كل حاجه. طبعا خليكي بقى كده معايا وانا هقولك ازاي تعمليه بنفس الطريقه بتاعتي دي. زي ما انت ما شايفه كده. طبعا الممبار بتاعنا احنا غاسلينه. كنت عامله فيديو قبل كده منزله لكم في القناه، ان شاء الله هنزل لكم اللينك بتاعه في اول تعليق مثبت. عن طريقه ازاي يعني تنضفيه وتقلبيه كده بطريقه سهله وبسيطه جدا، ما تاخدش معاكي اي وقت خالص. لو عندك كميه لو 10 كيلو ممبار هتعمليهم بنفس الطريقه دي بسرعه الصاروخ. ان شاء الله هنزل لكم اللينك بتاعه. طبعا عشان ما اطولش عليكم، انا النهارده عملت لكم الفيديو بتاعي ان انا هنعمله ازاي، عشان قبل كده كنت منزله لكم زي ما انا ما قلت لكم. تمام. احنا هنا بقى كده اول حاجه هنخدع. يعني تخديعة المحشي عادي جدا. يعني حطي حلة على البوتاجاز، حبة زيت، وبعدين حطي بصلتين كده كبار. طبعا انتوا عارفين اي نوع اي حاجة محاشي بتحب البصل، زودي البصل كده معانا. هنحط بقى البصلة دبلت، نحط بقى فلفل اسمر، كمون، بابريكا، شطة، كل الحاجات دي كلها. وقلبيهم بقى مع البصلة كده. اول لما ريحتها تطلع ننزل بقى ننزل بالطماطم بتاعتنا. تمام كده لحد هنا وتمام. والممبار بتاعنا زي ما انا ما قلت لكم، انا غسلاه كويس جدا، كنت غسلاه معاكم قبل كده. وقلبينه مع بعض بسرعة الصاروخ. يعني لو انت ما بتعرفيش تعملي ممبار هعلمك ازاي تعمليه معانا، ازاي تنضفيه وتقلبيه بطريقة بسيطة جدا. اللي ما شافش الفيديو بقى يروح يشوف. هنزل لكم اللينك بتاعه وتروحوا تشوفوه وتحطوا لنا اللايكات كتير كده وتشجعوني. من النهارده هتعملي بقى الممبار الضاني بطريقة سهلة وبسيطة، وهتحبي كمان عمايله على طول. هنا بقى نزلت بيه معلقة كبيرة من الصلصة دي بيتي، أنا عاملاها في البيت برضو. زي ما انتوا عارفين أنا بحب أعمل كل حاجة بيتي. ومرقة الدجاج قبل كده كنت عاملاها برضو في البيت. فاللي متابعني عارف ان انا بعمل كل حاجة في البيت. فخدوا جولة عندي في القناة كده ان شاء الله تعجبكم. خدوا كده جولة عندي. هنا بقى كانت التسبيكة بتاعتنا كانت اتسبكت، بس ما نسيبهاش تسبك قوي، ما تبقاش ناشفة، خليها تكون طرية شوية كده معاكي. عشان تسهل معاكي وانت كده بتحشي تبقى سهلة معاكي على طول. هنا بقى الرز بتاعنا كنت انا غسلته. وهننزل بقى بالرز بتاعنا، وكنت مجهزة بقى الخضرة. يعني كأننا بنعمل محشي زي ما انتوا عارفين طبعا، بس ما تخليش بقى الرز يكون ناشف معاكي، خليه يكون كده يعني تكون الصلصة كده لينة معاكي شوية. هنا بقى نزلت بيه معلقة صغيرة توم. التوم بيدي للممبار طعم حلو قوي. وما كنتش حطيت الكزبرة، نزلت بيه الكزبرة. وهنا نزلت بقى بالخضرة بتاعتنا. هنشوح بقى كل الحاجات دي مع يعني بعضها تقلبتين بس مش يعني اكتر. وبكده تكون الخلطة بتاعتنا جاهزة معانا. وادي بقى الممبار شكله. طبعا غسلينه كويس جدا جدا زي ما انتوا عارفين. غسله بقى بدقيق بقى وليمون وخل والكلام ده كله. طبعًا هتشوفوا كل الكلام ده في الفيديو اللي أنا هاسيبه لكم في أول تعليق مثبت بإذن الله. طبعًا زي ما أنتم شايفين كده، ولازم نسيب في قلبيه المَيّة كده زي يعني عشان خاطر وإحنا بنحشيه. يعني يبقى سهل معانا، ما يبقاش ما ينشفش منه المَيّة ويتعبِك أنتِ وأنتِ بتحشيه. أهو زي ما أنتِ شايفة كده. نجيب بقى القُمع ده طبعًا يا جماعة في قُمع أصغر من كده، بس بصراحة أنا ما لقيتوش عندي، كان عندي واحد بس ضايع. اضطريت إن أنا أحشي بده. فطبعًا مش دي يعني افتكاسة ولا حاجة، كل الناس عارفين إن بنحشي أي نوع ممبار عندنا يعني كده القُمع. يعني مش حاجة جديدة يعني، بس أنا باقول لكم. يعني في ناس ما بتحبش تعمل الممبار الضاني ده علشان خاطر ما بتعرفش يعني تحشيه. لأ، يعني الطريقة دي سهلة وبسيطة. أنتِ أول حاجة خلّي الرز يكون ليّن شوية معاكِ، ما تخلّوش يكون ناشف. وتاني حاجة هاتي قُمع واحشي بيه بنفس الطريقة دي. زي ما أنتِ شايفة كده. أنا طبعًا مخلّياه الحجم الممبار نفسه، مخلّياه حجمه كبير عشان خاطر أعمل كمية أكبر، يعني يبقى ما ياخدش معايا وقت. زي ما أنتِ شايفة كده. بقى معلقة نزّلي بقى الرز كده من قلب كده القُمع، أو بعصاية شيش طاووق، بس طبعًا بالمعلقة أحسن. زي ما أنتِ شايفة كده. وتسحبي بقى الحتة اللي أنتِ تحشيها تسحبيها كده. زي ما أنتِ ما شايفة كده بالضبط. أنا عملت معاكم واحدة، وعرّفتكم بس الطريقة إزاي والفكرة.
لإن أنا هاقعد بقى كده وأكمّل الكمية اللي معايا، وعايزاكم بقى أنتم إيه، تشجعوني كده وتحطّوا لي اللايك، اللي وصل معايا لحد هنا وحدوا الله كده يا حبايبي، وصلّوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وشجعوني كده باللايك والشير، شيّروا الفيديو مع كل حبايبكم، لو أنتِ جديدة معايا نورتيني وشرفتيني في قناتي، مع وتفعلي كده الفيديوهات على القناة، وإن شاء الله قناتي تعجبكم وتنال رضاكم بأمر الله. وأتمنى يا رب إن أكون ضيفة خفيفة عليكم كده يا رب. هنا بقى الممبار بتاعنا زي ما أنتم شايفين أهو، أنا طبعًا قصّيه بقى الحجم اللي إيه يريحِك أنتِ، أنا هنا قصّيته كده، عايزاه يكون حجمه زي كده صباع المحشي أو يمكن أكبر شوية يعني، بس أنا باحب أعمله الحجم ده، وما تكتريش في الرز، لإن الرز طبعًا ني وهيزيد، الرز طبعًا إحنا من الرز مش يعني مستوي، هيزيد معانا، يعني ما تخلّوش ما تزوّديش، خلّي حجمه كده رفيّع حلو. أنا كده كنت أهو بنبدأ إن إحنا نعمل الواحدة التانية، بس أنا طبعًا مش هاكمّلها معاكم، أنا بقى إيه، هاقعد أنا كده مع نفسي وهاحشيهم، بسم الله ما شاء الله، زي ما أنتم ما شايفين كده أنا قعدت حشيت بقى الكمية دي، وهنروح بقى إيه، نعلّق عليهم، أول حاجة كنا معلّقين على المَيّة تغلي، زي ما أنتم ما شايفين كده الحجم اللي يريحِك، بس خلّيه كده الحجم الصغير ده، لإن هو لسه برضه هيكِش مننا، لمّا بيتحط في المَيّة بيضُم، وطبعًا ما تقعديش بقى إيه، تقولي إيه هاربط بقى الطرف والكلام ده، لأ هو بيلحم لوحده. زي ما هو كده ونزّليه، ولا تربّطيه ولا أي حاجة. المَيّة كانت غليت، نزلت بورق لورا، ونزلت بكام فص كده حبّهان، ونزلت ببصلاية، يعني كإننا بنعمل شوربة عادية خالص، وهننزل بقى بالممبار بتاعنا، وهانزل بقى في الآخر هانزل بيه ملح، نحدّق المَيّة عادي كإنها شوربة يعني، نسقط بقى الممبار ونسيبه لمّا يستوي بقى براحته. هنا كنت نسيت أحط فيه الملح، نزلت بالملح بقى، وهنسيبها بقى لمّا تستوي. هنا كان بسم الله ما شاء الله كان استوى، وأول لمّا تدفى عليه تشيليه على طول من قلب الشوربة، بسم الله ما شاء الله زي ما أنتم ما شايفين كده، شايفين الحجم بتاعه عامل إزاي؟ عايزة أقول لكم بقى وطعمه جميل. إحنا هنا بقى كده هنروح نقليه في حبة زيت كده زي ما أنتم ما شايفين كده، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، أهو زي ما أنتم ما شايفين كده لونه جميل دهبي كده وحلو. كنت مجهزة بقى كزبرة كده، قطعتها كده عشان ديكور بقى يا بنات، وده كان الشكل النهائي للممبار الضاني، بالطريقة بتاعتي سهلة وبسيطة، تقدري تعملي بقى أي كمية عندِك، وطريقة بقى التنضيف بتاعه هاسيب لكم اللينك بتاعه في أول تعليق مثبت، إن شاء الله يعجبكم. يالّا يا حبايبي أتمنى لو قدرت أفيدكم ولو بمعلومة صغيرة، ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.